يعني في ظل وجود كثرة الأحزاب السياسية الموجودة والفصائل المختلفة وكل واحد له توجهاته، هل تعتقد أن في حد أحرص على أمن مصر وعلى مصلحة المصريين من الإسلاميين؟ من أديك أنت قلتها ببقك. أصل عمر ما هيكون أحرص على المسلمين والإسلام إلا ما هيكون إنسان ملتزم بدينه. ملتزم بدينه بالظبط كده. وده اللي احنا شايفينه، معلش في الكلمة، في كلام الدكتور حازم أبو اسماعيل. تمام. عشان أنا ليه بقول هذه الكلمة؟ لأني أنا الراجل ما حصلش لقاء خاص معاك. يحصل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فلذلك بوضح. سؤال أخير حضرتك، لو الشيخ حازم أبو اسماعيل بقى رئيس جمهورية تنصحه بإيه وتطلب منه إيه؟ أطلب منه يحرس مصر كويس، وأطلب منه يعتني بالشعب اللي اتبهدل في عصور كتيرة وخاصة في آخر عصر. دي حقيقة. تنصحه بإيه؟ أنصحه بالالتزام وعدم الصغي لغير مستشاريه الشرفاء. إنما هقول لك يبعد عن أوروبا والأمريكان، أبقى كده أنا بأذيه. مش منهج. خلينا بقى نتكلم. أنا شخصيا بعد 72 سنة النهاردة موجود، كلنا هنموت. كلنا هنموت. نعم. كمان شوية أنا مش موجود، كمان حبة بسيطة أنا مش موجود، فبتمنى الخير لولادي وأحفادي. نعم. بالأوضاع الحكومية اللي كانت موجودة من يوم أنا ما اتولدت على ما رأيت حتى الآن، للأسف اللي حصل يكسب. نعم. أتمنى حكومة تكون تعرف دين الله ودين الإسلام. ده اللي أنا أتمناه. هاجر اللاذى إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارى. هاجر اللاذى إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارى. هاجر اللاذى إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارى. باع الحياة رخيصة لله والله اشترى. لم توريه الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى، بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى. درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى. هاجر اللاذى إذا وانبارا
ليثا بأدغال الشرى هاجر اللذائذ وانبرى ليثا بأدغال الشرى هاجر اللذائذ وانبرى ليثا بأدغال الشرى باع الحياة رخيصة لله والله اشترى لم توريه الدنيا ولم يثنيه ما حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى